الجو حر علينا وعايزين حاجة حلوة ترطب. فكرنا نعمل حاجة بسيطة وسريعة من غير وقفة كتير في المطبخ. ملقتش احسن ولا اطعم من طبقات المهلبية مع الكنافة. حاجة كده شايفين الطبقات، شايفين الطعامة بتاعت الكنافة والمهلبية، حاجة كده خطيرة. جربوها تعجبكم جدا. جبت نص كيلو من الكنافة او ربع كيلو، الكمية اللي تحبيها، واكون مفرزاها من قبلها بليلة. لازم تكون متفرزة عشان تسهل عليا عملية الفرك بتاعتها. ممكن افركها كده بايدي او تفركيها في الكبة زي ما حضرتك تحبي بالشكل ده. اتفركت معايا الكنافة وبقت بالشكل الجميل ده. هبدأ احمرها في طريقتين للتحمير. ممكن حضرتك تاخديها كده على ووك على النار او صينية بدون اي مادة دهنية، وتبدأي تقلبي فيها لحد ما تاخد لون ذهبي، وبعدين تزودي لها السمنة، معلقتين او 4 معالق سمنة زي ما حضرتك تحبي. بفضل ان انا احمر الكنافة جوه الفرن، بيكون طعمها افضل واحلى. اكون مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية وادخل الصاج بتاعي بدون اي مادة دهنية. اخدت معايا الكنافه لون دهبي بالشكل ده. هبدا اقلبها وادخلها الفرن تاني لحد ما تتحمر كلها. كل 10 دقايق اشوفها، اقلبها وادخلها. اخدت الكنافه اللون الذهبي الحلو ده، هنزل عليها بمعلقه سمنه كبيره واقلبها، ولو احتاجت تاني احط لها. اخد معايا نص كيلو الكنافه 3 معالق كبار من السمنه، وبقى معايا بالشكل الجميل ده. هسيبه يهدى من السخونيه بتاعته وبعدين نشتغل بيه. عمل المهلبية اللي هنضيفها على الكنافة، هجيب كوبايتين من عصير الفراولة البيوريه، يعني فراولة مضروبة في الخلاط بدون أي مية. هجيب نص كوباية من اللبن الحليب. لو حضرتك هتعمليها نباتية صيامية، هاتي نص كوباية من لبن حليب جوز الهند أو لبن حليب اللوز أو الصويا، أي نوع متوفر عندك بالشكل ده. هضيف عليه معلقتين نشا كبار وادوبهم فيه واضيفهم على الفراولة. اضيف عليه معلقتين كريم شانتيه عشان يديني قوام كريمي ناعم، معلقتين من السكر. اختلطت معايا المكونات بالشكل ده. هاخدها على نار هاديه مع التقليب المستمر لحد ما تغلي معايا والنشا يستوي. هفضل اقلب فيه طول ما هو على النار، ما اوقفش تقليب. بدات تغلي معايا المهلبيه بالشكل ده، بقت معايا بالقوام الجميل ده. هضيف عليها نقطه فانيليا تديها طعم وريحه حلوه. عشان اقوي لون الفراوله معايا هحط لون احمر غذائي، وهطفي عليها النار. هنزل بالمهلبيه بتاعتي في البول علشان تبرد. هغطي وشها بكيس بلاستيك كده عشان ما تعملش قشر. جهزنا الكنافه بتاعتنا، جهزنا مهلبيه الفراوله اللي عملناها مع بعض. انا جهزت معاها مهلبيه مانجا بنفس الطريقه. هبدا اضيف طبقات من الكنافه بالشكل ده واضغطها. هضيف مهلبيه المانجا، هضيف كمان طبقه من الكنافه، وهضيف مهلبيه الفراوله. خلصنا الاطباق بتاعتنا وزيناها من فوق بشويه من الكنافه. عملنا طبق ميكس مانجا مع فراوله والطبقات باينه اهي. طبق فراوله لوحده، طبق مانجا لوحده، وهنا عملنا ميكس برضو ما بين الفراوله والمانجا، حاجه كده روعه. هنعمل عصير حلو كده يرطب علينا مع الحلو بتاعنا. جبت ميكس ما بين المانجا والفراوله والجوافه معايا بالشكل ده في الخلاط. هضيف عليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام النباتي مع معلقتين لبن بودر نباتي. هضيف معلقتين كبار من السكر، كوبايه من الميه الساقعه، وهضرب كل ده في الخلاط. وبكده العصير بتاعنا الحلو بقى جاهز.